ناخد السوشيال ميديا سريعا عن قطع الاتصالات وبطء الانترنت. كنا قلنا بتشتكي من قطع الانترنت، نشوف كده البوست. بتشتكي من النت، بتشتكي من قطع الاتصالات. طب ايه رايك ان الحكومه نفت قطع الاتصالات؟ بغض النظر يا معلم بقى مين اللي بياخد القرارات في مصر وازاي، وبغض النظر الانقلاب هينفذ خطته المجنونه امتى، وبغض النظر عن ملايين المصريين اللي هيعانوا من جنون السيسي وعصابته، لكن السؤال الحقيقي ايه مشكله السيسي مع النت؟ ليه بيتكلم كتير على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو السيسي خايف من ايه ومش عايز الناس تتكلم عن ايه او عنه؟ نشوف كده اول حد من اصدقائنا برضو سريعا. لطفي. استاذ محمد الراجل بيخاف منهم اكتر من اليقظه، اذا كان من ظلمهم يطردونهم بعيد او من وراء حجاب حيث الجنود والحشم فانهم يطردون عن قرب حينهم فهو في اضطراب وهوس نفسي، ربنا ينتقم منه. هو في هوس نفسي وانا مأيدك يا لطفي وتحياتي ليك. اللي بعد لطفي احمد بيقول النت هو اكبر مشكله بتواجه العصابه اللي بتحكم، لان الحقيقه مش بتعرفوا الا من النت، وخاصه انهم بيشوشوا على القنوات الشرعيه، واكيد عايز يقطع النت عشان ما نشوفش الا اعلامهم وجرايدهم، عشان نكون مغيبين وما نسالش ليه وازاي. تحياتي ليك يا احمد، هايل. اللي بعد احمد الله اللي بعده. جانو مودي بتقول اتمنى ان تتشابه نهايه السيسي مع نهايه الطاغيه المعتوه نيرون اللي قتل امه وزوجته ومعلمه واقرب الناس ليه، واحرق روما بالناس اللي هم شعبه عشان طاقت في دماغه يبنيها من جديد واتهم المسيحيين بحرقها، وفضلوا على ما اتذكر 4 سنوات بيتعذبوا ويقتلوا ويصلبوا، وفي الاخر الناس فهمت وانقلب الجميع عليه، لانه جبان ما قدرش يقتل نفسه وخلى خادم له يقتله، واتى جنود اللي يقطعوا اشلاءه ويرموا الكلاب روما. بجد اللي حصل يبقى اوفر قوي. انت هايله يا جانو، ما شاء الله يا جانو، بدانا نقرا تاريخ اهو، حلو يا جانو. اياد مهند بيقول تحياتي لحضرتك، بؤساء ومساكينهم الطغاة فهم يخشون ضوء الحريه ويكرهون الكلمه وهي اخر شيء يريدون ان يسمعوه فيتكشف ظلمهم وحماقه عقولهم. تحياتي ليك يا اياد. من تويتر ام يوسف، انت جيت لنا قبل كده يا ام يوسف وسالت عن حاجه، ما هي طول عمرها الحكومه بتنفي اي خبر يكون ضدها، والحكومه لا وجود لها اصلا، كلها بايد السيسي. حد يقدر يطلع بيان او قرار من غير ما يكون هو كاتبها؟ برافو عليك يا ام يوسف وتحياتي ليوسف. اللي بعد ام يوسف ابن ناس برضه جيت لي قبل كده، الخائن ده نفسه منى عينه انه يجعل الشعب المصري ككتيبه في الجيش المصري ينام بميعاد. ايه يا ابن ناس، ما احنا قلنا الكلام ده يوم 4 ولا ايه وجبنا فيلم. تعالوا نشوف بقى